إليه ثم نجد ضبط للشرع، فإذا هذا بالنسبة لنا معناه إغلاق هذا الهدف تماما، إنه يكون مطروح فضلا إنه يكون أولى من غيره. لكن احنا وجدنا إن أهم أهداف يمكن أن نسعى إليها، الهدف الأول هو بقاء التيار الإسلامي جزء من المجتمع. يمكن دي قضية منهجية بتختلف فيها الدعوة السلفية اختلاف جذري مع تيارات أخرى. يعني ممكن يقول لك إن السلفيين بيعمل صورة من التدين بعيدة عن صورة التدين الشعبي. يعني درجة الالتزام بالسنة أعلى، الفتاوى ما فيهاش تساهل، ومع هذا نحن بنقول خلاص وأنا في قلب الشعب بقول له الفتاوى دي، مش عايز أسيب صفوف الشعب، لأن دي أمة مسلمة. هذه الأمة المسلمة نعمة كبيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يباهي الأمم بأمته يوم القيامة. ذلك الخوارج والتكفير ومن شابههم بأي درجة من الدرجات، أي درجة إن حد ياخد جزء كده من الأمة ويكفره مع إنه من الأمة ولم يكفره الله تبارك وتعالى لأمر عندنا فيه القرآن، أو حتى يقولوا له خليك أنت كده يعني مثلا كأنك يعني أمة جوه الأمة، هذا عدوان على فضل هذه الأمة وعلى فضل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نحرص دائما أن نبقى في قلب هذه الأمة، وأن نحرص أن تظل الأمة عنوانها أنها أمة متدينة، وأن تبقى الشريعة. يعني نحن لا نصر بأن يقال أن حزب النور هو حامي الشريعة، وإن كان يعني نحن نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا الإخلاص.